مرحبا صبايا. اليوم بدي أقدم معكم رز بحليب. حطيت كوب من الرز اللي هو هذا بهذا المج. أنا حطيته مش كوب صغير، من هذا المج. وعليهم كوب، نفس الكوب يعني اللي عيرت فيه للرز، كوب من الحليب السائل وكوب مية، وراح أخليهم يغلوا مع بعض وأخفف النار عنه لحد ما يستوي على نار متوسطة. أول ما يغلي الحليب بخفف النار عنه على الآخر وبغطيه. خلص هلا بطفي عليه، نشفت الماء بطفي عليه وراح أروح أعمل هلا راح أعمل خليط تاني عشان أحطه عليه مع السكر والقشطة. هلا بحط 4 كاسات حليب اللي هم لتر، وعليهم 3 معالق كبار من النشا، وراح أخلط معهم كمان 3 معالق. هذه إضافة مني بس إضافة كتير طيبة. 3 معالق من الفانيلا آيس كريم، راح أخلطهم كلهم مع بعض. وراح أضيف ظرف من الدريم ويب، هذا الويب كريم. وبالآخر راح أحط المنكهات مع السكر وعلبة القشطة. هلا بضيفهم على الرز. هلا ضفت الخليط عليه وراح أخليه على نار وسط وأحركه منيح. بهذه الأثناء راح أحط، خليني بس أخليه يتجانس مع بعض، وبعديها راح أحط السكر والمنكهات، وآخر شي ماء الزهر والقشطة. هلا راح أحط كوب إلا ربع سكر وعلبة قشطة، وبدوبهم منيح مع بعض. بضلني أخلط فيهم منيح مع الحليب والسكر. وهلأ بضيف رشة من المستكة، طبعا مطحونة مع السكر، ومعلقة كبيرة من ماء الزهر. بضلني أخلط فيهم، أحرك فيه مزبوط لحتى يتقل الخليط. طبعا التحريك على نار متوسطة. وبعد ما يتقل الخليط منيح راح أحطه بزبديات أو صحون أو بايركس وبالثلاجة. وصل لهذا التقل. خلص هلأ بعبيه بزبديات بصحون صغيرة